السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. ندعوكم الضغط على زر المشاركة ليصل إليكم كل جديد والإعجاب إن أعجبكم الفيديو. الاتحاد الأوروبي يكشف لهسبريس تأثيرات قرار البرلمان على شراكة الرباط وبروكسل. فور صدور القرار الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان، استنفرت الخارجية المغربية مصالحها الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تجاوز تبعاته واحتواء كرة الثلج التي باتت تتدحرج أكثر لتمس جوانب الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل. وأدانت غالبية الأصوات في البرلمان الأوروبي خلال الجلسة العامة الوضع الحقوقي في المملكة، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية والصحفيين المتعلقين في مقدمتهم عمر راضي. ورد المغرب بشكل رسمي على ما تم ترويجه خلال الأسابيع الماضية بشأن وجود شبهات فساد داخل أوراق الاتحاد الأوروبي، حيث أكد ناصر بوريطة وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل تتعرض لمضايقات وتحرشات إعلامية وبرلمانية. وبشأن تأثير تقرير البرلمان الأوروبي على الشراكة الاستراتيجية والاتفاقات البنيوية الموقعة بين الرباط وبروكسل، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة المصرالي إن البرلمان الأوروبي مؤسسة مستقلة، قراراتها هي نتيجة المداولات بين مختلف المجموعات السياسية التي تشكلها وتعبر عن تصويت أغلبيتها. وأضافت الناطقة الرسمية بالاسم الاتحاد الأوروبي في تصريح لجريدة هيسبريس الإلكترونية أن الممثل الأعلى جوزيف بوريل أعرب بوضوح عن موقفه من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط، مذكرا بأنها شراكة قوية واستراتيجية. وكشفت المسؤولية الأوروبية أنه تم مناقشة العديد من الاجتماعات المهمة التي تعقدها المنظمة الأوروبية مع المغرب خلال اللقاء الذي دار بين بوريطة وممثل شؤون خارجية الاتحاد الأوروبي، مثل اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي